اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير عليكم جميعا، صباح الهنا والفرحة والرضا والمحبة وراحة البال، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. حبيبة قلبي، لو أول مرة بتشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. والفيديو بتاعنا النهاردة مفيد جدا وهينفعك جدا جدا. طيب انا ليه بصور معاكم الفيديوهات اللي بتبقى من النوع ده؟ للمعرفة، بحيث لو ست بيت مثلا قاعدة او حابة ان انت تعرفي الاسعار، او انت حابة تاخدي خلفية ايه اللي بيتجاب لخزين البيت لو انت مثلا لسه ست بيت جديدة او كده. كل ده يعني انا قصدي منه كله المنفعة. تمام. بصوا بقى، ده خزين الشهر. الحاجات دي لا يمكن استغنى عنها على مدار الشهر. بجد الحاجات دي بتستر البيت جامد جدا، وبتخلي اللي هو ما بيبقاش فيه عليا صعوبة. يعني كل ما اجي اجيب اكلة ولا حاجة او كده، ما اروحش اجيب بقى الاكلة بمحتوياتها، اروح اجيب الصلصة والبهارات والرز ومش عارفة ايه، إضافة إلى الخضار وإلى لو في لحوم ولا حاجة، هيبقى مكلف جامد عليا. فالحاجات دي هتوفر عليا كتير جدا، وهحسها ايه كده هم ونزاح من على قلبي. الرز اللي انا جبته ده، ده ب28 جنيه. في كان ب26 ونص، بس كان مكسر قوي قوي، هيبقى عجين خالص، ما رضيتش اجيبه. وفي بقى ب30 وفي ب32. تمام. الكمية، هاتي الكمية اللي تناسب عدد أفراد أسرتك. طبعا احنا دلوقتي مش بنجيب زي الأول، احنا الأول كنا بنجيب عادي، ممكن الكمية تفضل للشهر اللي بعدها. ولكن دلوقتي الله المستعان، يعني ربنا يقدرنا على يعني على بس بنقوله ايه، يا رب الحاجة تكفينا على مدار الشهر، فاهمة قصدي ايه؟ فبنجيب الحاجات. يعني بصي، مفيش أي حاجة ترفيهية حرفيا كده. تابعوا معايا الفيديو، هتلاقي بجد ما فيهوش ولا اي حاجة ترفيه، والله بجد. يعني اي وسائل الترفيه خلاص شلناها، بنقول يا رب عديها معانا بالستر كده. طبعا الكمية، هاتي الكمية اللي تناسبك. انا هنا جبت كيسين سكر بس، لاني انا كان عندي سكر. تمام. وجبت الرز هنا اهو، جبت 4 اكياس رز. وقلت بقى ايه، لانه ب28 برضو مش رخيص، قلت ان شاء الله ما يخلصوا ايه كده، في لو نازله ولا حاجه اجيب كيسين كده، ولا اجيب 2 كيلو. المكرونه دي حلوه جدا، اللي هي دي على فكره تعتبر كمان المكرونه اقل سعر. هي الكيسين دول، الكيس اللي انا متعوده معاكم وبجيبه ده، الكيس الاحمر، والكيس اللي هو روز جاردن، حلوة جدا ما بتتكسرش وسعرها حلو. يعني دي أقل حاجة في الأسعار. سعرها كان عامل 19 جنيه الكيلو. أنا بجيب الكيلو بيبقى فيه بركة أكتر، ويعني بيكفيني أكتر. تمام. مخلصة سمنة برضو. جبت السمنة دي الهانم، حلوة جدا جدا جدا، حلوة قوي بجد. مرملة كده وحلوة، لأني كنت بستعمل أميرة. أميرة كانت حلوة قوي، بس بعد كده حسيت بقت مش عارفة، بحسها كأنها مجلطة كده، فيها حاجة غريبة، اتغيرت خالص، بقت فيها مادة زي الشمعية كده بزيادة يعني. فبطلت أجيبها صراحة، ما بقتش تعجبني. فجبت دي يعني حلوة لحد ما، فجبتها. العلبة دي 2 كيلو، هي طبعا مش بتبقى 2 كيلو بالظبط، هي بتبقى حوالي كيلو 600. دي عاملة 95 جنيه. تمام. ودي برضو أقل حاجة. الدقيق ده ريزو، الدقيق ده حلو ومتعدد الاستخدامات، جربته في حلويات جميل، جربته في معجنات جميل، جربته في عيش والحاجات دي جميل ما شاء الله تبارك الله. يعني برضو انا بستعمله في كل حاجة، وبرضو انا بجيب لكم الاسعار يعني اللي بتناسب معظم، يعني معظم الناس. تمام. دي يعني تعتبر الى حد ما اقل سعر في الحاجة كمان. تمام. جبت علب الصلصة دي برضو بتنفعني جدا، لو مثلا بزود بيها صلصة الطماطم عشان تبقى حمرة بزيادة، بحط منها معلقة كده في الطبيخ، بعمل منها كاتشب للولاد، بتنفعني برضو ايه في البيت. جبت برضو منها، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت جبت برطمانين او 3، مش فاكرة، مش عارفة. جبت 3 بس كنت اخدت واحد فتحته. تمام. دي العلبة تقريبا ب11 أو ب12 جنيه، برطمان الصلصة ده. تمام.
جبت علبة مرقة برضو بتنفعني جدا في البيت، وبستعملها كتير، هي مضرة شوية بس أنا بستعملها صراحة يعني. جبت بقى البهارات برضو. جبت بابريكا مدخنة، وجبت كمون وفلفل وكركم. يعني جبت الحاجات اللي هي خلصانة بس من عندي، ما جبتش بقى توم باودر، عندي بصل باودر جنزبيل كل دوت عندي، فما جبتش منه. وجبت يعني ايه الحاجات برضو اللي تكفي استعمالي بس. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت البن اللي محطوط ده اسمه سليمان، اول مرة اجيبه بس ما شاء الله طعمه حلو جدا عجبني. ودوت ده تمن، عامل 25 جنيه. تمام. جبت كيس بقى مكرونة صغيرة كده اللي هي لسان العصفور، طبعا يعني بنحب على طول نعملها شوربة وكده. جبت كيس صغير، دي سهلة يعني، اما الكيس يخلص اجيب كيس تاني غيره مش مشكلة. تمام. وجبت ملح، وجبت الحاجات اللي هي ايه بتبقى ساترة البيت ديت وما بتخلينيش ان انا مضغوطة او ان انا عليا ضغط في المصاريف اليومية او كده يعني بتاعة البيت. جبت لبن بودر برضو يساعد معايا شوية، بحيث اعمل منه شوية للولاد بتاع، يساعد معايا شوية في اللبن العادي، لان اللبن العادي برضو بقى يعني ربنا يرحمنا يا رب برحمته، الاسعار بجد بقت خارجة عن سيطرتنا. العيشة بجد بقت صعبة جدا جدا جدا، ربنا يرحمنا برحمته يا رب. ربنا يرفع عننا الغلاء يا رب العالمين. آه، اللبن البودر ده تقريبا مش عارفة سعره عامل 200 جنيه الكيلو. انا جايبة ربع تقريبا، ده ربع عامل حوالي 48 جنيه 47 جنيه في الحدود دي. جبت بقى كيس الخميرة دي، الحاجات دي بتنفعني جدا جدا في البيت، عايزة اعمل كيكة، عاوزة اعمل حاجة عيش، عايزة اعمل باتيه، عايزة اعمل اي حاجة محتاجة خميرة. الحاجات دي صغيرة بس بجد بيبقى ليها، يا بتبقى ضرورية جدا في البيت. جبت فانيليا، وجبت بيكنج باودر، وجبت خميرة، وجبت كيسين خلطة البرجر دي، بتدي البرجر طعم حلو جدا وبتودي طعمه في حتة تانية خالص. جبت برضو نص كيلو فول كده، قلت ادمسه في البيت. دوت يعني ايه بعمل الحلة، وبعد كده بقى ايه بقسمه اكياس كده واحطه في الفريزر. صراحة بينفع جدا مع شوية مسقعة ومش عارفة ايه وشوية بطاطس محمرين، خلاص ممكن نتغدى بيهم. بينفع في فطار، بينفع في عشاء، بينفع في اي حاجة. قلت اما اجيب بقى ايه، اجيب واعمله كده في البيت، بحيث الحاجات دي كلها بجد بتستر البيت، وبتخلي عندك من اقل حاجة بتعرفي تعملي اكلة وتأكلي ايه عيلتك وكده. الشعرية دي بقى جايباها هنا من العطار. جبت نص كيلو لان انا نسيت خالص ان انا اجيبها وانا يعني في السوبر ماركت. جبتها بقى دي سايبة كده من عند العطار، دي بس الحاجة الوحيدة اللي انا جبتها سايبة. وجبت برضو جبنة قديمة بس نسيت اصورها معاكم، كنت جايباها برضو من العطار. آه، بيباع حلوة جدا، بتبقى جبنة الصعيدي وكده، برضو بجيبها واخليها كده في علبة واحطها في التلاجة مع بطيخ بقى مع شوية بطاطس محمرين، كل ده بجد بينفع في البيت. ودلوقتي خصوصا في الأيام اللي احنا فيها مفيش أي حاجة بتقول لأ، يعني على أي حاجة بنحمد ربنا وخلاص إن هي موجودة أساسا يعني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جبت برطمان النسكافيه ده لان انا مخلصه نسكافيه. ده مصري على فكرة، المستورد غالي جدا. البرطمان المستورد اللي قد ده عامل حوالي 130 جنيه او 140 جنيه. ده انا جايباه ب65 جنيه. الفرق بينه وبين النسكافيه التاني ان التاني فرنسي وده مصري. تمام. فانا بشجع منتج بلدي طبعا. فجبت منه بقى. تمام. بجد الحاجات دي بتستر في البيت. انتي لو ست بيت جديدة او لسه عروسة جديدة او لسه متجوزة جديد، بجد لازم 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 خزين البيت ده تجيبيه كده اول الشهر يفضل عندك. بجد بيخفف عننا كتير، ما بيحسسكيش ان انت بتبقي مضغوطة ان انت البيت مهوي. لا بالعكس، انت ممكن من شوية مكرونة وشوية مش عارفة ايه وشوية بطاطس وشوية ايه خلاص هتعملي اكلة. هتطلعي كيس رز وهتطلعي كيس مثلا خضار عندك من الفريزر وبتاع، وهتعملي أكلة. بجد الحاجات دي بتخفف عنك كتير. ممكن
يبان أول الشهر مثلا إن أنت بتطلعي لها ميزانية، ولكن لما تحسبيها أو هتيجي تجيبيها قطاعي من السوبر ماركت أو من العطار أو كده، هتحسي عبء عليكي، وهتحسي إن هي بجد بجد تقيلة عليكي جدا. الكمية بتتحكمي فيها على حسب أفراد أسرتك. يعني اللي عنده عيلين مش زي اللي عنده 3، مش زي اللي عنده 4، تمام؟ انت العدد والكمية دي حاجة بقى انت اللي بتتحكمي فيها، دي لا بتاعتي ولا بتاعتك. انا بديكي مجرد افكار، بحب اشاركك الدال على الخير كفاعله، بحب اديكي معلومة، بحب اعرفك الاسعار وصلت لحد فين، بحب اقولك ايه اللي يتجاب وضروري وايه اللي ما يتجابش وترفيهي. بصوا انا هنا مفيش، حرفيا للامانة مفيش ولا اي حاجة ترفيهية حتى ولا بسيطة. لاني بجد خلاص يعني ما بقيناش نرفه دلوقتي. يعني كل اولوياتنا ان احنا نستر بيتنا. يعني كلنا بقينا كده او معظمنا، يعني بقينا كلنا عاوزين نستر بيتنا كده، وبنقول يا رب ايه بقى مشيها معانا بالستر كده ايه, إيه كل شهر. إيه حبيت اشارككم الفيديو، يا ريت تكوني استفدتي معايا، يا ريت تطلعي من الفيديو تكوني مستفادة ولو كلمة واحدة او اثرت فيكي بأي كلمة. هنا بقى بصوا النسكافيه ده، بدل ايه انا ما عنديش اللي هو المضرب بتاع النسكافيه ده، فقلت ايه بقى بدل وجع القلب واقعد اقلب بالمعلقه ويطلع عيني عند ما اجي اعمل كل كوبايه نسكافيه، قلت طب وعلى ايه، حطيت شويه نسكافيه كده حوالي 4 5 معالق كبار، وحطيت عليهم السكر، طبعا السكر ده حسب رغبتك، وابتديت ان انا جبت شويه ميه ساقعه كده، نص فنجان صغير ميه ساقعه، وابتديت ان انا اخلطهم. بصي بقى بيتضاعف حجمه وبيفضل كده ايه بقى احسن كمان من ان انا افضل اعمله بالمعلقة. الكمية دي كتير جدا على فكرة، يعني هيرمي معاكي كمية كويسة جدا. الكمية دي بقى ممكن تفضل عندي في التلاجة، هاخد منها كده بالمعلقة واحطها في التلاجة بقى، عايزة نعمل الصبح، عايزة نعمل بالليل، عايزة نعمل في اي وقت، اخد معلقة واكون ايه ريحت دماغي بقى، مش لسه هقعد اضرب. الكمية دي ممكن تكفيكي اسبوع لو كمان يعني ايه، كذا حد في البيت بيشرب نسكافيه، تمام؟ ممكن كمان تقعد معاكي اكتر من اسبوع. بس حبيت اشارككم الفيديو بتاعي، اتمنى يا رب اكون ضيفة خفيفة على قلبكم، ويا ريت تكونوا استفدتوا معايا ولو معلومة واحدة. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. حبيبة قلبي يا ريت تدعميني باللايك، هتوحشوني جدا جدا. بحبكم في الله، وربنا يديمكم نعمة في حياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.